السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم محمد امين للوصفات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد البليغات مالحين كيجيو بواحد العجينه اللي مقرمشه، تقول بانهم مصوبين بورق البسطيله، كيجيو رائعين مورقين، والمذاق وواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه يا سلام. مكونات بسيطه موجوده عندكم في البيت بلا ما نطول عليكم. اللي اول مره كيشاهدني وكيزور القناه ما تنساوش لايك للفيديو المتابعه للقناه، وندوزو بسم الله على بركه الله مباشره للمقادير وطريقه التحضير. عندنا جوج الكؤوس ديال الدقيق الابيض ونصف كاس ديال دقيق الفينو. كيف ما يمكن لكم تدبلوا المقادير الا كنتو بتحصلوا على كميه اكثر. هاد الكميه هذه كتعطيكم تقريبا شي 8 ديال البليغات اللي هما راهم كبار. صافي، وغنديروا ساشي من خميره الحلويات بيكنج باودر 7 غرام، ومعلقه ديال الزيت، ومعلقه صغيره ديال السكر، ومن طبيعه الحال الملح تيبقى على حسب الذوق. صافي، هنايا غنضيف المكونات كاملين دفعه واحده فوق من الدقيق، وكنخلطهم هكا مزيان مع بعض، وكنجمع بالماء العادي من الروبيني. هنا الماء راه مسخون ما حتى شي حاجه، راه كنجمع غير بالماء العادي. صافي، كنبقى كنعجن على هذا الشكل هذا، كنجمع العجينه بحيث نتحصل على واحد العجينه اللي تكون ما قاصحاش وتكون لينه وما كتلتصقش في اليدين. كيف ما غتشاهدوا معايا القوام ديال العجينه فيما بعد. صافي، هنايا بعد ما كنجمع العجينه كنوضعها مباشره فوق سطح العمل، وكنبقى هكا نديها ونجيبها غير هكا باش كينسجموا ليا المكونات مع بعض. صافي، وكنجمع العجينه ديالي وكندهنها بالقليل من الزيت. ها نتوما شاهدوا معايا القوام ديال العجين، ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتلاصقش في اليدين. صافي، كندهنها بالقليل من الزيت، وكناخذ واحد الكيس بلاستيكي وكنوضعها فيه وكنخليها جانبا. خليوها قد ما بغيت، قد ما كان عندكم الوقت، قد ما ارتاحت، قد ما كتكون مزيانه. هنا في الحشوه غادي ناخذ واحد جوج ديال الحبات ديال الجزر، واحد الحبه ديال البصل اللي كبيره بعد ما فرمتهم هكا، وعندي هنايا حبه ديال القرعه اللي خضراء هكا ديال كورجيت. وغادي نضيف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود والملح على حسب الذوق. بطبيعه الحال جوج المعالق ديال الزيت هكا نشحروا فيهم المكونات مع بعض. بعد ما غادي نضيف الحشوه ديالي فوق النار حتى كتبدا كطيح ليا، كنضيف مباشره اللحم المفروم، ولا تقطعوا هكا الدجاج طريفات، ولا الحشوه نتوما اللي ولا هكا ديروا الطونه. المهم الحشوه ديروا فيها نتوما اللي بغيتو. صافي، هنايا بعد ما كتنسجم ليا ديك الكفته وكطيب، صافي كنضيف اخر حاجه هي الزيتون مقطع اللي كيبقى اختياري. ايوا صافي، هنا بعد ما ارتاحت ليا العجينه، ها نتوما شاهدوا معايا القوام ديال العجينه كيفاش تكون تتولي دالكه راسها براسها، كتجي رائعه وكتجي هكا مطاطيه. صافي، كنشكلها جوج ديال الكويرات يكونوا متساويين كيف ما كتشاهدوا معايا. ندهنهم بالقليل من الزيت، ومباشره غادي ندوز باش نخدم بهم، ولا هكا تخليوهم ترتاحوا. ولا كنتو هكا كتبسطوهم فوق سطح العمل وكيجيوكم قاصحين، يمكن لكم تخليوهم يرتاحوا وترجعوا ليهم. صافي، بعد ما سرحتها كيف ما كتشاهدوا معايا المسمنه ديالي، كناخذ هنا الزبده اللي مذابه وكندهن بها المسمنه ديالي كامله من جميع الجوانب مزيان مزيان بالزبده. ايوا صافي، بعد ما كندهن الجوانب كاملين بالزيت، كنلف العجينه بحال المسمن العادي اللي كنديروه مربع على هذا الشكل هذا. تلفوها على الشكل ديال الظرف، وكتضيفوا الزبده كذلك من هذا الطرف هذا، باش هكا قد ما ضفتوا الزبده قد ما كتجيكم مورقه وكتجي مقرمشه، كتجي بحال درتو بورق ديال البسطيله. صافي، هنا كنخلي المسمنات ديالي يرتاحوا شويه وكنبدا كنخدم بهم. صافي، كنسرح المسمنه على هذا الشكل هذا، ما كتكونش رقيقه وما تكونش كذلك غليظه، تكون السمك ديالها يكون متوسط على هذا الشكل هذا. صافي، هنايا
انا راني استعملت الدلاك مع ما خليتش العجينه ترتاح، وانتم يمكن لكم تخليوها ترتاح. صافي سرحت العجينه ديالي وقطعتها بالقطعه ديال البيتزا على 4. هنا كل مسمنه غتعطينا 4 ديال البليغات. في المجموع كامل راه تعطينا 8 ديال البليغات. 8 ديال البليغات ما شاء الله كبارين. غير بجوج الكؤوس ديال الدقيق، راه كميه ما شاء الله. صافي غادي نكمل الحشوه، غنوضعها هكا في الوسط ديال البليغات ديالي اولا ديال المربعات ديال العجينه. الحشوه راه عينكم ميزانكم، راه كتوضعوا كتحاولوا انكم ديروهم متساويين. صافي هنا غنوضع الجبن اللي يمكن لكم تضيفوه، يمكن لكم ما تضيفوش. الجبن تيبقى اختياري، ولكن الا ضفتوه من الاحسن، راه كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي هنايا كنجمع على هذا الشكل هذا بحال الشكل تاع بليغه. كنجيب الجهه اليمنى عند الجهه اليسرى وكنحاول نجمعهم هكا، نسدهم بالزيتونه باش هكا ما يتحلوش ليا في الفرن. نحاولوا ان نضغطوا مزيان مزيان على ديك الزيتونه باش هكا ما يديفورموش لكم في الفرن باش يطيبوا. ايوا صافي هذه هي البليغه ديالنا كيف ما كتشاهدوا كتجي على هذا الشكل هذا. صافي غنوضعهم مباشره في الصفيحه اللي غندخلها للفرن. وانا هنايا ملي بديت كنعمر فيهم راني سخنت الفرن، مخليه كيسخن الفرن ديال الغاز باش هكا ندخلوهم ليه وهما سخون عفوا باش يتورقوا لينا بسرعه. ها نتوما شاهدوا معايا كيفاش تيجي الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا. شوفوا معايا كيفاش كيجيو مورقين وكيجيو مقرمشين، واحد التقرميشه رائعه كيف ما غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. وإلا عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك والمتابعه على القناه، ونخليكم مع التتمه ديال الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفرجه ممتعه. ها نتوما سمعوا معايا التقرميشه.